هسمعك دلوقتي الإعلام المصري وهو بيتكلم على أسامة الإدريسي. هسمعك دلوقتي الإعلام المصري وهو بيقول إن المغرب يمتلك جوهرة أسامة الإدريسي المرعب، اللاعب المتألق، اللاعب المبدع، اللاعب اللي بيعمل كل حاجة في الكورة، اللاعب اللي ما شاء الله عمل مباراة قوية جدا ضد النادي البرازيلي وقدر يسجل هدف عالمي وقدر يعمل اسيست عالمي، واللي عمل مباراة قوية جدا ضد النادي الأهلي المصري. هسمعك الإعلام المصري وهو بيتغنى ويشيد بابن اللاعب أسامة أو باللاعب أسامة الإدريسي، وهفرجك المصريين كلهم أنظرهم على أسامة الإدريسي ما شاء الله. وكل الأهلاوية بيطالبوا إدارة النادي الأهلي التعاقد مع ابن المغرب أسامة الإدريسي اللي بيلعب في الدوري المكسيكي. أسامة الإدريسي دايما بيعمل أرقام كبيرة ودايما متألق ومبدع مع ناديه ودايما بيهدف وخد معاهم البطولة وكل حاجة، ولكن الفترة دي بالذات الكل اتكلم عليه علشان مواجهة النادي الأهلي المصري وعلشان مواجهة الفريق البرازيلي وعلشان ظهر في الصورة، والهدف اللي هو جابه أفضل هدف في بطولة الكونتيننتال ما شاء الله عليه، ووصل فرقته لنهائي الكونتيننتال علشان يلعبوا ريال مدريد وعلشان يلعب زميله إبراهيم دياز أو يلعب يعني ابن بلده إبراهيم دياز اللاعب المغربي، علشان إن شاء الله تكون مباراة قوية جدا للاثنين المغاربة. تعالوا مع بعض كده نتفرج ماذا قال الإعلام المصري على المتألق والمبدع أسامة الإدريسي. تعالوا مع بعض نتفرج على الفيديو ده وبعد كده نكمل كلامنا. أسامة الإدريسي ده بيقول لك هو طبعا مغربي ولعب على فكرة المنتخبات 16 و17 و20 وأولمب المنتخبات هولندا، ولكن بعد كده لعب لمنتخب المغرب ولعب 10 ماتشات دولية مع منتخب المغرب. هو بيلعب مكان أشرف بن شرقي كده. وقال انا عارف رضا سليم وعارف واشرف داري وطبعا زمايله كمان في يحيى عطية الله، وعارف لعيبه كتير من النادي الاهلي. وما سئل عن ريال مدريد قال لهم احنا عندنا ماتش اقوى يعني قبليها قوي النادي الاهلي، فقبل ما نقول ريال مدريد نعدي النادي الاهلي ان ماتش قوي جدا جدا. يعني بتاع بوتافوجو قال لك ايه انا مش شايفكم فاتغلب شال 3. النهارده انريكي النهارده اللعيبه عارفه قيمه، وادريسي ده هيقول للعيبه باتشوكا هيقول لهم دي فرقه جامده وده بطل افريقيا وعندهم لعيبه جامده وعندهم 3 معايا بيلعبوا في منتخب المغرب ومعظم لعيبه الاهلي في منتخب مصر، يعني هيديهم فكره عن قيمه النادي الاهلي يعني. واكيد المدير الفني هيقرا النادي الاهلي وهيشوف اكيد شايف له ماتشات سابقه دلوقتي لانه خلاص رسميا هيلعب مع النادي الاهلي يوم السبت الساعه 7 بتوقيت القاهره باذن الله. عايز اسالكم انتوا الاثنين على اسامه الادريسي وبعد كده اسالك عن نقاط الضعف في الفرقه دي ازاي الاهلي يستغلها. طيب اسامه الادريسي بالنسبه لي انا لاعب اعرفه من سنوات، لاعب اللعيبه اللي كنت دايما مفتون بيها من تجربته مع فاينورد، لاعب دايما من اللعيبه اللي كانت بتظهر لما بعمل سكاوتنج، لاعب مميز جدا، مراوغ مميز جدا يا كريم، على مدار سنوات محافظ على نفس المعدلات، تقريبا في كل مباراه بيعمل بمعدل 6 مراوغات في كل مباراه بدقه تتجاوز ال 60%. معلش يلا ليه ما كملش في اوروبا؟ بعد فاينورد طلع على تجربه اشبيليه، راح لاشبيليه كان انتقال كبير بالنسبه له بس كان انتقال غير موفق وغير ناجح، فبقى اشبيليه استغنى عنه وكان مع ظروف باتشوكا ان هو عنده فرصه ان هو بيلعب بطوله. والغريب برضه انه راح فري ايجنت يا كريم، يعني راح فري بالظبط. هو باتشوكا ده كان غريب بالنسبه لي. عقده كان انتهى مع اشبيليه ما كملش معاهم، مع ان البروجكت بتاع باتشوكا كان فكره ان الفريق بيلعب عشان هيلعب بطوله الكونكا كاف وعنده فرصه ان هو يفوز بالبطوله، فاعتقد ده كان سبب التوجه بتاعه. لكنه لاعب مميز على مدار سنوات. امكانياته بقى طيب اولا زي ما قلت لك اللاعب ده مهاري جدا، مهاري لاقصى درجه، بيعمل معدلات كبيره في المراوغات بدقه عاليه، وكمان تسديداته كلنا شفنا الهدف اللي سجله النهارده وهو بيرقص وبيخش يقطع على قلب الملعب، ده مش حدث عشوائي، ده حدث مكرر عند اسامه الادريسي دايما بيعمله. خلينا نشوف الفيديوهات وهو بيعمل اللقطه دي دايما على مدار مسيرته مع نادي باتشوكا في اكتر من مره ان هو يقطم لجوه ويسدد، ده دايما حدث. خلينا نبدا نستعرض الحالات، معانا التسديدات ومعانا المراوغات بتاعته، دي اماكن، دي نقطه مهمه جدا. شوف يا كريم اماكن لمس الكره في 5 ماتشات، شوف قد ايه بيخش في قلب الملعب، ده بيبقى على طرف الملعب يخش يقطم لجوه ويلعب الار2. خلينا نبدا بقى نستعرض الحالات بتاعته، بس دي الصوره دي تاكيد لنفس الفكره.
هنا هنشوف بقى دايما اسامه الادريسي وهو في قلب الملعب، دايما فكره ان هو بيسدد، عنده بشجاعه قرار التسديد ده بيطبقه كتير جدا، يخش يقطم لجوه ويلعب التسديده اكتر من تسديده. كل الحالات بنفس الفكره لتسديدات اسامه الادريسي، دايما عم يستلم الكره على طرف الملعب، يخش لجوه يقطم لجوه ويلعب الار 2. الضغط عليه بلاعب واحد مش هينفع، مستحيل. لازم لعيب قوي جدا. وكمان في مراوغاته بقى هنبدا نستعرض حاجات تانية كمان، يعني كل الحالات دي هو بيقطم لقلب الملعب يا كريم. لما نبدا نستعرض مراوغاته في الفيديو اللي بعد كده، هو لاعب مميز جدا ان هو مش بس نجيب مراوغاته على طول. هو بس مش بيراوغ لقلب الملعب يا كريم. هو ميزه ان هو لاعب غير متوقع، هو ممكن يرقص على قلب الملعب والخارج، يعني في اللقطه دي بيرقص على بره، وهنشوف بقى في باقي لقطات كتير جدا امتى بيرقص على بره وامتى بيرقص على جوه. في لقطه زي دي انت مش عارف هيرقصك على جوه ولا على بره، انت مش عارف هو ياخدك فين، هيروح بيك على فين. فزي ما قلت لك لاعب مهاري جدا جدا جدا. وفي وجهه نظري زي ما قلت لك فريق باتشوكا يمكن مش فريق قوي، لكن عنده لعيبه لوحدها ممكن تعمل له الفارق، ولازم الاهلي يكون مركز مع التفاصيل دي. وزي ما قلت لك يخش لقلب الملعب، بيعمل دايما الباص، يعني عنده حلول متنوعه، لقطات كلها لاعب مهاري. وزي ما قلت لك انت تقدر دايما تستشعر الخطوره في كل لمساته وفي كل مراوغاته. عظمه. لاعبون هناك مهاجمون بالامس وضعت فيه الثقه وشارك كاساسي. امين مسجل 4 أهداف في اقل من 300 دقيقه، يعني حصيلته جيده، لو تعطى له فرص اكثر سيسجل اكثر. اكيد هذه الارقام وهذه الاحصائيات وهذه الاهداف ستضغط كثيرا على مدربه من اجل اشراكه لدقائق اكثر، والدليل هو انه بالامس شارك اساسيا. لذلك هو ايضا مهاجم يتطور على غرار انيس حاج موسى. هل هو مشروع مهاجم كبير؟ أنا في اعتقادي هذا الأمر سابق كثيرا لأوانه، لأنه الكثير من اللاعبين الذين كانوا يعتبرون مشاريع لاعبين كبار اندثروا ولم نعد نرى لهم أي أثر. في المقابل لاعب لم نكن نعرفهم تألقوا في سن 25 سنة 26 سنة وأصبحوا لاعبين كبار ومهاجمين كبار. لذلك لا نستبق الأحداث، نترك اللاعب، لا نضغط عليه كثيرا، نتركه يقدم ما عليه في ناديه كوبنهاجن. أولا وأول الأهداف هو ضمان مكانة أساسية وأن يصبح ركيزة من ركائز ناديه، ثم بعدها الهدف الثاني أن يذهب إلى بطولة أكبر ونادي أكبر. نعم. والهدف الثالث طبعا هو أن يقدم أرقام جيدة مع المنتخب الوطني الجزائري. أرقامه ستحتم على مدربه لا محل الاعتماد عليه إن واصل إن شاء الله. لما نتحدث عن 3 أهداف فقط في دوري مؤتمرات أوروبا في 100 دقيقة فقط، يعني معدل هدف كل 33 أو 34 دقيقة. هذا شيء جميل جدا بالنسبة لمهاجم صاعد يبلغ من العمر فقط 18 سنة. أعتقد بأن التحدي الأول الذي يجب أن يتغلب عليه هو مشاركته أساسيا مع ناديه، وهذا ما سيفتح له أبوابا كبرى للتألق وصناعة اسم كبير في الدنمارك ولما لا في المنتخب الوطني. عملية تقديم أوراق اعتماده بالنسبة لمدربه نعم. قد تمت، والمدرب يعلم هذا جيدا، كيف لا، وهو الذي بدأ يعطيه دقائق عدة لإبراز إمكانيته وأيضا للاستفادة منها. نعم. والآن يجب عليه مثل الإدريسي يعلق على مواجهة ثلاثي المغربي في أهلي بكأس القارات. أعلق الدولي المغربي أسامة الإدريسي نجم فريق باتشوكا المكسيكي على مواجهة التي ستجمع فريقه بنظيره الأهلي المصري يوم السبت برسم نصف نهائي كأس القارات للأندية في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد الدولي المغربي أنه يتشرف بتجربة اللعب في المكسيك ويتمنى تكليل هذه التجربة. أسامة الإدريسي من اللاعبين اللي أنا شايفهم من وجهة نظري بالأداء ده وباللعب ده وبالأسلوب ده وبالشخصية دي، لو فضل ماشي على كده بنسبة كبيرة جدا جدا هيكون موجود مع المنتخب المغربي في 2025 وفي تصفيات كأس العالم 2026. حد يقول لي يا أمير المغرب عنده لاعبين كتير بالذات في المكان اللي فيه أسامة الإدريسي، في عندهم الزلزولي، في عندهم عبد الصمد الزلزولي بيلعب مكانه، وفي كمان الياس بن صغير بيلعب مكانه. فمن الصعب جدا ان اسامه الادريسي يكون موجود مع المنتخب المغربي. هقول لك مفيش حاجه اسمها صعب. اللاعب اللي بيأدي في ارض الملعب ضروري يكون موجود. اللاعب المتفوق واللي هيفيد المنتخب اكتر هو اللي هيكون موجود. العاطفيات دي مش ما ينفعش تكون موجوده اصلا. العاطفيات دي او العاطفه
ما ينفعش تكون موجوده اساسا. يعني عندك لاعب مثلا قاعد دكه ما بيلعبش اساسي كده مع المغرب ودايما بينضم للمغرب، لكن الفتره دي ما بيلعبش اساسي ومش ظاهر في الصوره، ما ينفعش ينضم للمغرب. ليه؟ لانه مش مستعد، مش زي اللاعب اللي بيلعب على طول. فالعاطفه دي لازم تكون مش موجوده في المنتخب المغربي، علشان ان شاء الله يقدروا ان هم يحصلوا الموسم ده او 2025 على بطوله افريقيا الغائبه من زمان جدا. هو انا دايما اقول ان انا نفسي ان المغرب هو اللي ياخد افريقيا. يعني لو انا قلت مصر والمغرب مين اللي ياخد افريقيا، هقول لك المغرب. تقول لي يا عم انت مصري، هقول لك ماشي، ما انا عارف ان انا مصري، انا عارف ان انا مصري، ولكن من حبي وعشقي للمغرب، المغرب نفسي انه ياخد كأس افريقيا علشان يسكت الجزائريين ويسكت اللي ليل نهار يقولوا لك ان المغرب مش عارف من سنة كام ما خدش افريقيا، ان المغرب مش عارف من سنة كام ما حصلش على افريقيا، ان المغرب خد بطولة وحيدة في حياته. الكلام اللي بيتقال ليل نهار على السوشيال ميديا. اهو انا نفسي ان المغرب يفوز ببطولة افريقيا الموسم القادم علشان يسكت الكل، علشان محدش يقدر يفتح بقه بكلمة واحدة، علشان الكل يخرس، علشان الكل هس هس. وان شاء الله بعون الله باللاعبين دول وبالكابتن وليد الرجراجي بالقائمة دي يقدر المنتخب المغربي انه يفوز ببطولة افريقيا الموسم القادم ان شاء الله 2025، ويفرحنا جميعا ويفرح كل المغاربة ويسكت الجميع اللي ليل نهار متسلطين على المغاربة. ولو ان هم عمرهم حتى لو المغرب خد كأس العالم عمرهم ما هيسكتوا برضه. كل التوفيق لأسامة الإدريسي، كل التوفيق لإبراهيم دياز في نهائي الكونتيننتال. عزيزي المشاهد، هو ده كان فيديو النهارده. شكرا لكل اخواتي وحبايبي، شكرا لكل اخواتي المحترمين اللي دايما بيتابعوني واللي دايما بيبعتوا لي رسائل محترمه. شكرا ليكم من القلب. ما تنساش في النهايه تدعي دعوه حلوه لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ان شاء الله وبعون الله. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.